السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيدايرين اخواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو اليوم وانتم في اتم الصحة والعافية باذن الله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الحريرة المغربية، الحريرة الحامضة بجميع تفاصيلها باش تنجح معكم البنات المبتدئات. فكلنا كنعرفوا نصيبوا الحريرة الحامضة ولا معظمنا، ولكن ماشي كلشينا كتجينا الحريرة الحامضة بنينة. فاليوم ان شاء الله غادي نشاركها معكم بطريقتي، بنينه بزاف وكتجي مقومه. فخليكم معايا نبداو الفيديو ديالنا تاع اليوم. كيف ما العاده ما يفوتناش الاجر الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فاليوم وجدت الحريره للعشاء وقلت علاش ما نشاركها معكم اخواتي. بالنسبه للبنات اللي مازال ما كيعرفوا يصيبوها، فان شاء الله من اليوم راه غادي تعرفوا التفاصيل ديالها، كيفاش كنصيبوها وكيفاش ما يبقاش معكم هكذا الرز والشعريه اللي كنزيدوا في الاخر، كيفاش ما يبقاش معكم تحت الفلتح ديال الحريره ويتحرق معكم. فخليكم معايا نبداو على بركه الله. هنا عندي نص ربطه ديال الكرافس ونص ربطه القزبور ونص ربطه ديال المعدنوس اللي غسلتهم مزيان ونشفتهم، وغادي ندوز نقطعهم مزيان. فانا كنفضلها كنقطعهم بالموس احسن من انني ندوزهم في الهاشوار. الا دوزتهم في الهاشوار كتجيكم الحريره خضراء بزاف. غادي نحط القزبر ومعدنوس في الكوكوت اللي غادي نطيب فيها، وغادي نزيد واحد الزلافه مع مرش ديال الحمص. انا الحمص كنرقدو وكنحتفظ به في الفريغو هكذا، ملي كنحتاجو بحال هكذا للطعام السكسو نهار الجمعه اولا الحريره راه كنهزو كنخدم به. عندي نص زلافه ديال العدس اللي كنكون نقيته وغسلته من قبل، وكنرقدو في الماء تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه. الا رقدنا العدس في الماء راه ما كيتقشرش وما بحال هكا ما كيطيبش بزاف وكيضيع معانا. فرقدوه باش ما يبقاش لكم هكذا باين مقشر في الحريره. عندي واحد 5 ديال الحبات ديال المطيشه اللي الحجم ديالهم شويه كبير، يكونوا حمرين طايبين، مع واحد بصله تكون متوسطه. غادي ندوزهم في الحكاكه الرقيقه كيف ما يمكن طحنوهم غير في الكاس ديال الطحانه اولا في الهاشوار وتصفيوهم. انا كنفضل هكذا نحك مطيشه ونحك البصله، كتجي نتيجه في الحريره احسن. فجربوا الطريقه ديالي هكذا ما تعكزوش، راه كتجي الحريره بنينه بزاف. فكنتمنى ان شاء الله تجربوها. انا غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه، نص معلقه كبيره ديال الملح، وتتبقى الملح على حسب الذوق، واحد 4 معالق ديال الابزار، وواحد هكذا 2 رويسات ديال الخرقوم عود اللي مطحون على اليد، شويه ديال السكنجبير وشويه ديال العطريه ديال اللحم حتى هي كتعطي مذاق زوين، وعندي معلقه كبيره ديال التحميره الحلوه البابريكا. وغادي نطلع هاد المقادير كامله فوق من العافيه. نقلي الحريره، فبزاف ديال البنات راه ما تيقليوش الحريره، كيديروها هكذا نيشان فوق من العافيه وتيزيدوا عليها الماء. فملي كنقليوها راه كتجي حريره ديالنا بنينه. اللي داقها عندكم راه غادي تعجبو، فغير ديروها بالطريقه ديالي، جربوا وشوفوا. انا غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، تقريبا غادي نوصل للنص ديال الكوكوت. هنا عندي راه الكوكوت اللي الحجم ديالها كبير. غادي نسد على الكوكوت وغادي ندير صفاره ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. غادي نحلو على الكوكوت وغادي نلقاو العدس ديالنا والحمص ديالنا طاب، وهذوك طريفات ديال اللحم. حيت الحمص ديالي كان في الفريغو. الا جبتوا الحمص من الحانوت ورقدتوه ودزتوه غادي تخدموا به الحريره مباشره، فما ديروش من الاول الحمص مع العدس. ديروا الحمص هو الاول حتى يطيب شويه وحلوا على الكوكوت، عاد زيدوا العدس وعاودوا سدوا عليها يطيب العدس مع الحمص. فهنا شوفوا معايا راه الحمص طاب ولا زبده. غادي نطفي على الحريره وغادي ندوز على جنب باش نخلط معكم التدويره اللي غادي ندور بها الحريره. فغير على حسب التصوير انا طفيت على الكوكوت. اما في اليوم العادي راه كنخليو الكوكوت شاعلين عليها ناقصين عليها، وغادي ندوزو باش نديرو التدويره. هنا عندي تقريبا واحد ربع لتر تاع الماء، واحد شويه تاع الماء العادي من الروبيني. زدت ليه واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال البواطه، وغادي نزيد الدقيق. فهنا عندي واحد الزلافه صغيره ديال الدقيق الفورس.
غادي نخلط مزيان بالضرب، وانا كنزيد الدقيق، فما غاديش نحتاجوا هاد الكميه كامله ديال دقيق الفرص. هذيك الزلافه الصغيره احتاجت تقريبا واحد كاس ديال دقيق الفرص. غادي نخلط مزيان باش ما يبقاش دوك التكتلات ديال الدقيق في الخليط. هنا عندي واحد شويه، واحد تقريبا واحد 4 زلافه ديال الروز كلاصي اللي غسلته ورقدته هكذا في الماء. وغادي نرجع معكم الحريره اللي شعلت عليها العافيه، وغادي نزيد نروي عليها بالماء يكون بارد من الروبيني. ضروري ما نبردوا الحريره باش ندوروها. انا غادي نزيد هذاك الرز، والاخوات راه بالنسبه للرز والعدس وبالنسبه للشعريه والحمص كاملهم كنديروهم على حسب الذوق ديالنا. فكاينين الاخوات اللي ما كيكثروش منهم في الحريره، حنا كنديروا الحريره مقومه كتجي هكذا غنيه، ماشي غير الماء ديال الحريره صافي. فكل واحد كيدير على حسب التقاليد والعادات ديال المنطقه ديالو. فانا شاركتها معكم اليوم الحريره بالطريقه ديالي، وانتم ديروا اللي ميسر لكم. العافيه كنكونوا مجهدينها من تحت من الكوكوت باش دغيا طلع معنا الغليه في الحريره، وكنبقاو كنحركوا هكا مره على مره، ما تخليوش الحريره وتمشيو وتخليوها. غادي تحت لكم الروز في التحت ديال الكوكوت وغيتحرق معكم. فكنحركوها وكنكحزوا منها شويه وكنعاودوا كنرجعوا كنحركوها حتى كتبدا كتطلع معنا فيها الغليه. تنحسوا بها راه بدات هكذا، بدات كتسخن لينا الحريره. غادي نزيد واحد شويه ديال الشعريه، كيف ما يمكن تخلوا الحريره تاعكم غير بالرز بلا ما تزيدوا الشعريه. فكيف ما قلت لكم حنا كنبغيوها هكذا مقومه كتجي بنينه. وغادي نبدا نحرك مره على مره. هنا راه بدات كتغلي معايا الحريره، غادي نخليوها طيب مزيان. فباش كنعرفوا الحريره ديالنا طابت بالنسبه للاخوات اللي مبتدئات، فهذيك الكشكوشه اللي كتكون في الجنب كيتبدل اللون ديالها. كتكون لينا في الاول هاد الكشكوشه تاع الدقيق تتكون شويه اللون تاعها فاتح حتى تكون بيضاء. ملي كطيب الحريره مزيان راه كتعاود كيرجع اللون ديالها احمر. فانا هنا نسيت ما وريتها لكم اخواتي بالضبط. فغادي نحركو مزيان وغادي نخليو الحريره ديالنا طيب مزيان. ملي كنزيدوا ليها الدقيق وهكذا كنتحصلوا على واحد الحريره اللي بنينه بزاف ومقومه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. فالحريره راه هي دواء البرد، نافعنا بزاف هذا البرد. الحمد لله على الوصفات المغربيه التقليديه اللي كتجي اكثر من رائعه. وإلا كنتوا اخواتي بقيتوا معايا وصلتوا معايا حتى لهاد المرحله في الفيديو، فما تنسونيش الله يجازيكم بالخير بواحد اللايك للفيديو. فالدعم تاعكم والتشجيع ديالكم لا بد منه باش القناه ديالي تبان عند اخوات وحدين اخرين، ونبقاو مستمرين ان شاء الله ونوجدوا مع بعضياتنا هاد الوصفات الساهلين والبساط لي ديال ديما. فشكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع، وشكرا لكم على الكومنتيرات اللي كتخليو لي. رانا كنقرا كاع التعليقات وكنحاول نجاوب عليهم. فوصلت معكم اخواتي الاخر تاع الفيديو. شكرا لكم بزاف على المتابعه. تلقاو ان شاء الله في فيديو اخر جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.